حضرتك تقدم لنا نفسك؟ رباب طلعت عبد المرحوم. حضرتك ايه رايك في العمليه الانتخابيه هنا؟ الحمد لله انا مطمنه. يعني في شفافيه، ما كانش في كان في مراقبين وقضاه داخل اللجنه؟ كان في ناس طبعا ما اعرفش قضاء ولا لا، لكن كان في مسؤولين ومضيت قبل ما احط اسمي الظرف، وانا شفت اللي حصل مظبوط يعني ان شاء الله. طيب لما بتصوتي ورا ستاره ولا مفيش ستاره؟ في برافان. في برافان. كل واحد لوحده ما حدش ممكن يشوف كتبت مين او صوتت لمين؟ اكبر رقم هناك لان واحد بيدخل فرد. اكبر رقم. حد بيحاول يقول لك انتخبي كذا ما تنتخبيش كذا؟ لا، انا حاولت اتكلم مع الراجل، اصلا انا اللي بفتح الكلام، قال لي من فضلك ما تتكلميش في حاجه، كل واحد حضرتك حطي اسمك في ظرفك وما تتكلميش مع اي حد، كل واحد حر في التصرف. حضرتك حاسه ان في تغيير بعد الثوره؟ بالنسبه لايه؟ للانتخابات؟ بالنسبه للانتخابات بالنسبه للوضع في مصر مفيش تغيير. مفيش تغيير. بالنسبه او في تغيير للأسوأ معلش، انما بالنسبه للانتخابات الحمد لله كويسه. ايه راي حضرتك في حركه 6 ابريل؟ حركه كويسه ومحترمه وانا مؤمنه بيها جدا. تفتكري شباب الثوره هيقدروا يكملوا الثوره ويوصلوا البلد لبر ان شاء الله لو هم فضلوا ورا العزيمه وورا الاصرار كل حاجه هتمشي بامر الله. ايه راي حضرتك في مرشحين رئاسه من الفلول؟ لا تعليق. ومرشحين الرئاسه من التيار الديني؟ حقهم، هم افراد من مصر. طيب تحبي تعلقي اي تعليق على اللي حصل من مجموعه المؤيدين لشفيق هنا اللي هم حوالي 5 أو 6؟ ما انا ما دام قلت لا تعليق على المرشحين اصلا يبقى لا تعليق على اللي معاهم، لان انا ما بحبش اغلط في حاجه. في اي شارع صغير. ايه الطرف الثالث؟ مش عايز افهم، مش عارف افهم ايه الطرف الثالث ده. الطرف الثالث هو الطرف الاول الموجود في الحكم ولا ايه؟ والله ده راي حضرتك، احنا عايزين نسمع راي حضرتك. انا بقول لسعادتك هو الطرف الثالث هو اللي موجود في الحكم. تفتكروا الاصوات اللي حطيتوها في الصندوق هتوصل زي ما هي مصر؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. الله اعلم. لا 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 اللي موجودين كده ما فيش ولا قاضي، معلش انا مع احترامي. انت شفتهم منين؟ ما عرفناش اذا كان قاضي ولا لا. ما قالوا انه مش قضاه، قالوا اللي موظفين السفاره اللي موجودين. موظفين السفاره اللي موجودين دول هم اللي هيديروا العمليه الانتخابيه، ما فيش قضاه، قالوها من الاول هم. فدول موظفين السفاره. بالليل ايه اللي هيحصل هنا جوه في الصناديق ما نعرفش، مقفوله بقفلين، فين المفاتيح ومحدش يعرف فين ولا مع مين. ده بيترتب اذا كان في اصلا مرشحين من انصار المرشحين، يعني واحد هو حاطط ليه مندوب ولا لا؟ احنا ما بنثقش غير في القضاء. احنا مش عارفين لهم مندوبين. القضاء هو الاول، وبعدين قبل ما يعملوا عمليه انتخابيه انا جيت وبدون خاطر للناس عشان ما تقوليش انت سلبي. انا ما كنتش اجي الانتخابات اصلا ولا اادلي بصوتي اصلا من اصله. ليه؟ لأن موضوع الانتخابات من أصله العملية القانونية اللي مشت من بعد الثورة مباشرة لغاية يومنا هذا عملية معكوسة. جايبين السياسة إزاي؟ والسياسة يعني إيه ألف ب ثورة؟ ألف ب ثورة يعني جمعية تأسيسية، يعني دستور، يعني بعد كده انتخابات، يعني الموضوع يمشي بجد، الموضوع ما يمشيش كده، يعني سبهلله كده. احنا دوله متقدمه ومتحضره، عيب اما نحصل عندنا في مصر الكلام ده، عيب. حضراتكم تتمنوا مين يكون رئيس؟ يتمنى من رئيس خالد علي. انا انتخبت خالد علي، وهو شاب ومثقف وقانوني وعنده كفاءه وسيكتسب الخبره اللي هم بيقولوا عليها. تحبوا تقولوا له ايه لما ينجح ان شاء الله؟ خالد علي وفقه الله، ولو ان شاء الله لو ما كانش ليه نصيب المره دي يبقى له نصيب المره الجايه ان شاء الله. خالد علي يعني تحب تقول له حاجه لو مسك ان شاء الله؟ وفي ناس شرفه كتيره غير خالد علي. ما تخليش الكرسي يغريك زي ما اغرى ناس كتير. لا هو الشخصيات عامه المثقفه طب تحبوا توجهوا رساله للشعب المصري؟ الشعب المصري برجاء يسمع الناس اللي بتعرف شويه في السياسه، مش كل واحد يفتي ويقول لك انا هنتخب فلان عشان حاجه شخصيه. لازم يسمع كلام الناس اللي بيعرفوا شويه، مش بقول يسمعوا كلامي انا ولا حاجه، لا اللي هو يثق فيه، او كل واحد يثق في واحد كويس وعارف انه محترم وعارف انه كويس يساله، مش يروح كده من دماغه ولا حاجه يقول لك احمد شفيق عشان بنى المطار. مطار ايه وزفت ايه؟ المطار ما بيخدمش غير 5% من الشعب المصري. تحب توجهي حاجه للشعب المصري؟ والله بقول ربنا معاهم ان شاء الله، وربنا هينصر الثوره باذن الله، وربنا يعني ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. هم لازم يغيروا ويامنوا بالثوره ويروحوا وينتخبوا ويفضلوا مثابرين عشان ياخدوا حقهم في الاخر. شكرا. كفانا فلول. شكرا لك. كفانا فلول. بسم الله الرحمن الرحيم. برشح الاستاذ عبد المنعم ابو فتوح عشان البرنامج بتاعه عجبني، من افضل البرامج قراتها
واخترته عشان هو يعتبر هو يدي للفلاح اللي ما خدوش ايام مبارك، وهو ما اعتبروش من الفلول ولا شكرا. اسمح لي صراحه والله عبد الصباحي، لانه هو الوحيد اللي انا شايفه ان هو معبر عن الثوره، وان هو ممكن يحقق تطلبات كتير قوي في الفتره اللي جايه. اتمنى ان هو يكون عند حسن ظن الناس بيه، وهو من خبراته اللي فاتت بيبان واضح جدا ان هو وطني، والناس بتتماشى مع فكره مع الثوره، واتمنى لو يعمل حاجه جديده يحقق بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله يعني معايير الانتخاب رئيس الجمهوريه اللي انا ارتقيتها يعني ان هي ان شاء الله دعم الدكتور محمد مرسي صاحب مشروع النهضه الذي يمتلك ان شاء الله باذن الله يعني اغلبيه برلمانيه، وهذا يجعله يعني ان شاء الله يديله دفعه قويه ان هو يحقق البرنامج بتاعه اللي هو عرضه على الشعب ان شاء الله. ايه رايك في مرشح الرئاسه من التيار الديني زي مرسي وابو الفتوح؟ اتمنى ان شاء الله محمد مرسي التوفيق باذنك يا رب، لان اذا طلعتم على وشفتوا مشروع النهضه فعلا المشروع ده هيبني مصر من جديد. ايه اللي ناقصك عشان تحس بالامان والاستقرار كمقيم في الخارج؟ عايزين العدل، اهم حاجه العدل. لا يعني عايز مصر تعمل لك ايه عشان توفر لك هنا الكرامه كمصري في الخارج؟ الحفاظ على كرامه مصر في كل حاجه في كل شيء، ما انا بقول لك العدل، يعني العدل بتنفي كل شيء، يعني بتجيب لك كل شيء. تتمنى مين يكون رئيس مصر؟ اتمنى ان شاء الله محمد مرسي. تحب تقول له ايه لما يمسك؟ قال له ربنا يوفقك ان شاء الله، وطبعا في اعلام وهجوم شرس علينا جدا من كل القنوات الخاصه القنوات المصريه. ماشي، اتمنى يعني يبقى في يعني مش عايز اقول لك يعني يحاولوا يقولوا الحقيقه، لان مشوه صوره الاسلاميين والاخوان بالاخص قدام العالم كله. ازاي لو اخطا في قرار او اخطا في تقدير هتفضل معاه برضه؟ ولا هتحاسبه كشعب او كواحد من الشعب؟ لا، لو اخطا احنا مع الصح دلوقتي، اذا مشى صح اوكي احنا معاه على طول، وان شاء الله هيبقى صح. تمام. تحب توجه رساله؟ ها؟ يعني لو اخطا هتحاسبه، عايز يقول لك كده يعني. ايوه تمام. تحب توجه رساله للشعب المصري؟ رساله للشعب المصري في مصر بقول لهم رجاء للناس البسطاء والناس العاديين والناس اللي عندها وعي فكري برضه، كل الاعلاميين في مصر. اتمنى بس الذكر ده مش شهيد وهم بيصوتهم بس قدام مني. انا بشكر حضرتك، شكرا. يمين بنحبك يا حمدين، شمال يمين بنحبك يا حمدين، شمال يمين بنحبك يا حمدين. حضرتك شفت مؤيدين شفيق هنا حوالي 5 أو 6 أفراد عملوا فوضى؟ مؤيدين انا شفت بكل صراحه شفت اول ناس انتهكت القوانين هنا، واحده لابسه في قلب اللجنه لابسه تيشيرت احمد شفيق، ده انا شفته، ده في قلب اللجنه 5 لابسين في قلب اللجنه بتنتهك القانون عادي خالص جوه اللجنه، وكلمتها بكل ذوق وادب، يا فندم مش قانوني، طب ده الفريق بتاعكم راجل مودرن وعامل اللي هو القانون كده ما يصحش وكلام من ده، بس الحمد لله عملت اللي عليا بقدر الامكان، خليتها تخرج بادب بذوق، تخرج بره اللجنه. مين يكون رئيس الجاي؟ انا كان في يعني الاول كان توجهي للبرادعي، بس في غياب البرادعي انتخبت حمدين صباحي، لاني شفت ان هو انسب واحد في الفتره الحاليه لمصر، انتخبته انا واسرتي الصغيره يعني. تحب تقول ايه لحمدين لما يكسب؟ بصراحه هو برنامجه مش محتاج اقاله، يعني انا بناء على انتخابه اللي شفته الراجل بيقول ان هو هيشارك كله في الحكم، ما عندوش مانع ان الاغلبيه اللي هي حزب الحريه والعداله تشكل الحكومه، الراجل ديمقراطي، الراجل هيرفع عزتنا، هيرفع كرامتنا، الراجل يعني انا ما عنديش ما اقوله، الراجل قايل كل حاجه. البرنامج بتاعه واضح وملمس كمان مع الفقير الغلبان، ده اللي انا عايزه. اعرفك بنفسي يعني. يا ريت كنت طلعت انور عواد. ما اعرفش يعني، عايزين قولي ايه المعلومات؟ مقيم في باريس في فرنسا. اوكي تمام. كنت عايز اعرف ايه راي حضرتك في العمليه الانتخابيه جوه؟ ممتازه. يعني كان في مراقبين وقضاه داخل اللجنه ولا موظفين السفاره هم القائمين عليها؟ لا، في ناس ما اعرفش طبعا اذا كانوا قضاه ولا لا،
لكن في ناس محترمين، شفت ناس محترمين يعني. الحكايه بتمر بمنتهى البساطه وسلسه جدا جدا، وناس محترمين يعني. حضرتك صوتت ورا ستاره ولا لا، انا عملت العلامه اللي انا عملتها، انا واقف في الطابور مستني عشان اوصل. ما كانش في ستاره مستخبي يعني وراها؟ مفيش ستاره، مفيش حاجه. يعني حد ممكن يشوف انت كتبت ايه او صوتت لمين؟ يعني بتحاول تخبي نفسك على قد ما تقدر يعني، بحيث ان ما حدش يعرف انت بتعمل ايه. حد بيحاول يقول لحضرتك انتخب كذا او ما تنتخبش كذا؟ لا 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 لا، مفيش اي املاءات. لا، سواء من جوه اللجنه او من بره اللجنه، الطابور اللي واقف ورا حضرتك؟ نهائي مفيش اي املاءات. حاسس بالتغيير بعد الثوره؟ بالتاكيد بالتاكيد. ايه راي حضرتك في 6 ابريل، حركه 6 ابريل؟ انا عضو في 6 ابريل. حضرتك بتسالني على حاجه انا عضو فيها. انا بقول لك، ممكن اقول لك شهادات ناس ثانيه في مصر. لما حضرت المؤتمر بتاعهم في مصر، شهادات ناس يعني كانوا ضد الحركه وضد الشباب 6 ابريل، ولما راحوا معايا وشافوهم وقعدوا معاهم واتكلموا معاهم قالوا لي انضف شباب في مصر. مش رايي انا طبعا الشخصي، ده راي الناس اللي راحت معايا. حضرتك تفتكر شباب الثوره هيقدروا يوصلوا بالبلد لبر الامان والثوره تستمر ويغيروا؟ بالتاكيد 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 ان شاء الله. ايه راي حضرتك في مرشحي الفلول؟ واحنا لازم نحاربهم بالطريقه الشعبيه. ما دام ما قدرناش عن طريق المحكمه ان احنا نعمل قانون العزل قبل ما نخش انتخابات مجلس الشعب او انتخابات الرئاسه، لازم الشعب هو اللي يرفضهم. يعني انا في رايي ان هم يترفضوا شعبيا، فنسيبهم والشعب هو اللي هيرفضهم لوحده. طب ايه رايك في مرشحي الرئاسه من التيار الديني؟ انا شخصيا ضد التيار الديني ان هو يلعب بالسياسه. انا ضد الخلط بين السياسه والدين. ايه اللي ناقص المصريين في الخارج او المصريين في فرنسا تحديدا عشان يحسوا بالكرامه وان حد متابع احوالهم؟ ناقص ان الهيئات الدبلوماسيه زي القنصليه او السفاره يحصل فيها تغيير فكري. تمام. مش تغيير ان انا اشخص اشيل محمد واحط احمد، او اشيل احمد واحط الحاج احمد. واحنا اللي ناقصنا كلنا سواء في داخل مصر او خارج مصر هو التوعيه. تغيير الفكر، تغيير ان احنا ما بقيناش عبيد خلاص. حكايه ان احنا كنا رعاع او عبيد او مهمشين او خلاص احنا بقينا فعلا بني ادمين ولينا كرامه. يعني السياده من الشعب. اكيد اكيد السلطه للشعب والسياده للشعب، دي اكيد. حضرتك تتمنى مين يكون رئيس مصر اللي جاي؟ حمدين صباحي ان شاء الله. انا اتمنى حمدين صباحي طبعا. طب تحب تقول له ايه لو بقى رئيس جمهوريه؟ اقول له يلتزم بالخط اللي هو ماسكه، الخطوط العريضه اللي هو حطها. ولو اخطا او اساء التقدير هتقول له؟ انا اول واحد هتظاهر ضده. تحب توجه رساله للشعب المصري؟ رساله بسيطه جدا، يتمسكوا بالعروه الوثقى وان شاء الله ربنا هينصرهم باذن الله. واكيد اكيد اكيد مصر هتنتصر. انا بشكر حضرتك ان شاء الله. انا متشكر جدا. شكرا.